أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة حكما يقضي بتأييد عقوبة السجن لمدة 15 سنة في حق المتهم المعروف إعلامية بلقب مول الزرواطة، وذلك على خلفية تورطه في اعتداء عنيف أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر المعطيات المرتبطة بالقضية أن الحادث وقع في أحد الفضاءات العمومية، حيث قام المعني بالأمر باستخدام أداة صلبة زرواطة للاعتداء على شخص آخر، في مشهد وثقته كاميرات أو هواتف، ما ساهم في انتشار الواقعة بشكل كبير بين المواطنين. وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بالعنف المفضي إلى عاهة مستديمة واستعمال السلاح في ظروف تشكل خطرا على السلامة الجسدية للغير. وخلال أطوار المحاكمة استمعت المحكمة إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الضحية والشهود قبل أن تقرر تثبيت الحكم الابتدائي نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة. القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول تنامي بعض مظاهر العنف في الفضاء العام ودور الردع القضائي في الحد منها، حيث اعتبر متابعون أن الحكم يعكس تشددا في مواجهة مثل هذه السلوكيات التي تمس أمن المواطنين. في المقابل يرى حقوقيون أن مثل هذه الأحكام يجب أن تترافق مع جهود وقائية وتوعوية تروم معالجة الأسباب الاجتماعية والنفسية المؤدية إلى العنف، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار واحترام القانون